طيب احنا بقى في ايضا خبر بيتعلق بالشأن المحلي بنستعرضه مع حضرتك من جريدة المصري اليوم. معلمون يستغلون حديث السيسي عن معاناتهم، اعلانات الدروس الخصوصية على جدران التربية والتعليم. الكثير دكتور احمد بيروا انه احتفال الرئيس عبد الفتاح السيسي ومشاركته بعيد المعلم كانت وراءه رسائل كثيرة وإن لم تكن بشكل مباشر عن أهمية دور المعلم في المرحلة القادمة وفي تربية النشء وتقديم جيل يعني على وعي يعني بقضايا الوطن، وعلى وعي أيضا بأهمية أنه هذا الوطن سيبنى على أكتاف هؤلاء الأطفال يعني في يوم من الأيام، يعني لما يصبحوا إن شاء الله شباب. شايف ازاي حضرتك مشاركة الرئيس في مثل هذه المناسبات وتقديمه رسائل بالفعل ربما لا تكون واضحة وصريحة، ولكنها بتعني أهمية أنه يكون موجود وأهمية أيضا دعمه لهذه الفئات وعلى رأسها المعلم؟ يعني أنا بشكر سيادة الرئيس السيسي على ما يقوم به من عمل، لأن كان هناك في الماضي إن إحنا بناخد برانش معين أو تخصص معين ونبتدي نركز عليه ونهمل باقي التخصص. النهارده إذا ما أردنا أن نفكر في المستقبل هذا الوطن لابد أن نبدأ بالتعليم. يمكن احنا المشاكل اللي موجوده في الصحه، المشاكل اللي موجوده في المرور، اللي في الكهرباء، اللي في غيره وفي غيره، اعتقد من وجهه نظري يعني الشخصيه ان اساسها عدم وجود تعليم جيد وعدم وجود تربيه فاعله في المدارس المصريه. فالنهارده لما يبقى في اهتمام بالمدرس وبالعمليه التعليميه بالكامل في المرحله القادمه، اعتقد ده بناء لمستقبل هذا الوطن. ولكن أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، هناك مشكلات عديدة جدا في العملية التعليمية. طبعا. هناك مشكلات عدم حضور التلاميذ، هناك مشكلات عدم الاهتمام بالشق التربوي في القضايا، هناك تكدس الطلبة وغيره وغيره. الدروس الخصوصية. فاحنا عايزين نقول لمعالي وزير التربية وتسرب الامتحانات اللي احنا شفناه في العام الماضي. فاحنا عايزين، في سلبيات كتير جدا، عايزين معالي وزير التربية والتعليم، وده أنا بناشده على الهواء من خلال منبر حضرتك، إن حضرتك ابتدي حط أولويات لعلاج السلبيات. مش هنقول لك ان انت انهي كل هذه السلبيات مره واحده، ولكن تباعا نبتدي نحل واعاده النظر في اولوياتنا الحاليه كمان. يعني انا عايز كل المسؤولين ينتهجوا نهج الرئيس السيسي، ان احنا نواجه، نحدد مشكلتنا، نحدد طرق الحل وخطوات الحل، نبدا. ما نبقاش كده يعني حضرتك احنا عندنا مشكله ما نقربش منها، لا احنا عايزين نحدد المشكله تحديدا جيدا ثم نبدا في اجراءات الحل. فاحنا عايزين ما يبقاش حضرتك الدروس الخصوصيه لما تلاقي حضرتك يقول لك مش عايزين دروس خصوصيه، وتلاقي الإعلانات موجوده على حوائط الوزاره وعلى حوائط المدرسه كمان. يعني تحدي سافر، لازم يكون في وقفه واجراء ضد يعني هؤلاء المعلمين بصراحه. ما هو على الجانب الآخر لابد أن توفري حياة كريمة للمعلم. أكيد طبعا، أكيد. لابد أن توفري له المناخ المناسب لتقديم خدماته الجيدة، الخدمات التعليمية الجيدة. عليك أن توفري كل هذه الأجواء ثم يتم بثر الدروس الخصوصية. فإحنا عايزين يبقى فيه هناك موائمة عشان ما يبقاش فيه مشكلة تتصدر لأولياء الأمور وللطلبة وغيره وغيره. يعني يشوفوا آلية كده بحيث أن الأمور تتحل، مش يعني ما يبقاش حلول صادمة لأولياء الأمور، أو تكون حلول تدريجية. حضرتك قصدك؟ أنا بقول لحضرتك أن يبقى هناك خطوات تدريجية لحلول المشكلات. ده اللي أتمناه من وزارة التربية والتعليم. احنا في النهاية بنشكر حضرتك جزيل الشكر الأستاذ دكتور أحمد عفيفي الكاتب الصحفي على تلبية الدعوة وتشريفك لنا النهاردة في هذا الصباح. ومشاهدينا الكرام بنتوقف مرة ثانية مع عناوين الأخبار. وكري اليوم في القاهرة لحشد التأييد الدولي ضد تنظيم داعش، ويؤكد من تركيا ثقته في تشكيل تحالف أوروبي وعربي لدعم واشنطن.